حبيبي لحم كتافك من خيره. الراجل ده بيروح الشغل ويجي من الشغل وانت نايمه بتكملي على سريره. مسألة مالك تقول بصراحه بقت عيشه تقرف. يا بنت الناس ربي عيالك. طب يعني انت ايه اللي مزعلك؟ كل ما اقول له على حاجه يقول لي لا. معلش طب ده جوزك استحمليه، وانا ايه اللي كبرني على عيشه زي كده؟ طلقني يا ست اهدي بقول لك طلقني. هو اللي تعب وشقى علشان يبني الحياه اللي انت عايزه تخربيها. اوعي تنسي ان الراجل ده اللي انت سلمت نفسك ليه وكشفت نفسك عليه لما يطلقك هترجعي تاني زي اول مره. عمرك ما هتحسي احساس اول مره اتجوزتي فيها واول من دخل حياتك سواء كنت بتحبيه او لا. ولو اتجوزتي تاني هيبقى طلاقك نقطه سوداء مع اللي انت هتتجوزيه، لانه دايما هيشوف نفسه التاني حتى لو بيحبك وانت بتحبيه. اوعي تبصي لاختك وبنت خالتك وصاحبتك علشان اللي بصوا لعيشه غيرهم عاشوا حياتهم وهم مش راضيين. اقول لك ارضي باللي انت فيه واحمدي ربنا واشكريه، ودايما افتكري كلام ربنا عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربكم سريع العقاب. طب خلاص اتطلقتي عاجبك كده؟ اقعدي بقى عند امك، هيقول لك بيت ابوكي مفتوح لك وان ما شالتكيش الارض نشيلك على كتافنا، وثلاث اربع شهور هتشوفي الوش الخشب اللي انت كنت موريه لجوزك. هيكشروا فيك وفي عيالك وهتندمي انك طلبتي الطلاق. هتقولي لا ما الشقه من حقي. طب بقيتي لوحدك قاعده في الشقه الناس بتنهش في سيرتك، ودي خرجت دي دخلت دي مطلقه، وساعتها هتقولي دل راجل ولا دل حب. اوعي تبصي لاختك وبنت خالتك وصاحبتك علشان اللي بصوا لعيشه غيرهم عاشوا حياتهم وهم مش راضيين. اقول لك ارضي باللي انت فيه واحمدي ربنا واشكريه. ده كان اخر كلامي، يا ريت تفكري فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.